السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبنا دي وحشتوني جدا جدا. اخباركم ايه يا حبايب قلبي؟ نعمل معاكم فيديو النهارده جامد جدا جدا وروتين جدا جدا. فيديو حلو قوي، هتستفادوا منه ان شاء الله بحاجات كتير حلوة يعني. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرمش منكم ابدا ويديمكم نعمة في حياتي. ربنا يخليكم. دي البسلة اللي احنا جامعينها معاكم يعني. بوريها لكم بقى بعد ما جمعنا البسلة وجبناها بقى في البيت. كانت شوشو بتجمع معايا اهي. وريتلكوا لقطة بسيطة كده يعني عشان ما تزهقوش مني يعني من الغيط وكده يعني. وجينا بقى كنا جايبين شباب بتاع بوري. جيت بقى ام رحيم غسلته وجهزت التمليحة. على ما روحت بقى ولعت الفرن بتاعنا، الفرن القش الجميل بتاعنا ده فلاحي. وخدت البوري بقى شويته شويناه. جهزنا الغدا بقى واتغدينا. دي يومنا يعني، يوم روتين كامل اليوم يعني. سيروح غويت وكده. بصراحة والله العظيم احنا اليومين دولت مش عارفة يعني. ما باجيش مثلا معاكم كتير او بصور معاكم كتير عشان ملهية بقى اليومين دولت في البسلة والجمع البسلة والحاجات ديت. ادعوا لي يا جماعة ربنا يعيني ويقويني واقدر اعمل لكم كل حاجة جديدة والله العظيم بجد. واختكم محتاجة دعم والله. اختكم محتاجة الدعم يعني تدعموني يعني الدعم يعني دي تدعموني. اختكم محتاجة منكم دعم. ماشي. لايكات والله مش عليه فلوس، بس بيخلي الفيديو بس يلف بس كده، مش اكتر. مش قال لي يعني انا رحت عند الفرن بقى وصورك الحته اللي عند الفرن كلها قش بقى وحاجات من دي. اولع بقى الفرن اقدحه وبقول لكم بصبح عليكم. هقدح الفرن وعلى ما ام رحيم تيجي نشوي السمك بقى مع بعض. بصراحه انا ما عدتش بعرف اشوي السمك في الفرن الغاز خالص، لان فرن القش ده بصراحه شيه رهيب بجد يعني رهيب. طعم بقى وحلاوة ومفيش بعد كده. هو الواحد بيتعب فعلا يعني، مش شيء يعني مثلا القش والحمية والدخان وكده بيتعب وكل حاجة، بس تعب بس بيبقى بتحسي ان انت بتاكلي حاجة حلوة، حاجة نظيفة كده يعني، حاجة انت عاملاها بنفسك مش حد عملها لك. ما في ناس هنا بتشوي كتير يعني، ممكن الواحد يدي لأي حد يشوي السمك يجيبه مشوي كده جاهز. بس ما بحبش، لا انا اشوي بنفسي يعني. بصراحة ما بحبش السمك اللي كنت اغسله انا بايدي او انا او ام رحيم نغسله. بنغسله غسيل نظيف وبنشويه بقى على مزاجنا احنا. تملحه برضو على مزاجنا زي ما احنا عايزين. عايزه تملحه بقى في ميه، عايزه املحه ارش عليه، اعمله تملحه ورشه عليه كده واكمره عادي البوري يعني. زي ما انا عايزه، اي طريقه انا عايزاها انا هعملها، خاصه نفسني غير ما حد يعمل لك يعني الحاجه يعني. ماشي يا حبيب قلبي. بقى مرصه بقى كده واحط بقى اللي انا عايزاه كله. الفرن ما شاء الله كبير، بياخد الكميه اللي انا بعملها يعني. وما بيخشش اي حاجه يعني. اهم حاجه تحمي الفرن جامد. مثلا بتحميه، مثلا عندنا مثلا قش، عندنا حطب دي من اللي هو بتاع القطن، دي اسمه حطب عندنا. مش عارفه عندكم بالكم اسمه ايه. قش ذره. اي حميه عندك بتحمي به. لو انت ما عندكيش حميه وانت في طول ورشه، اي ورشه نجاره او اي حاجه، بتجيبي شويه نشاره شويه خشب وبتشوي، بتصرفي نفسك يعني. في الايام دي بقى ناس عامله براميل. بيعملوا برميل كده، وبيعملوا برضو زي ما انا بعمل كده. دي برميل بتعمل فرن، بتعمل برضو، لكن انا عامله دي بالطينه زي فرن زمان بتاع امي وامك كده. شوفوا ما شاء الله، شوفوا السمك اللي في الفرن عامل ازاي. ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك وبالهنا والشفا للي ياكل. حلاوه ايه وطعم ايه وكل حاجه حلوه فيه بجد يعني. يلا الحمد لله. ربنا يرضينا يا رب ويرضيكم ويطعمكم. بتعملي الحاجة بضمير بتطلع حلوة. بتكون انت بتعمليها بقلبك صافي كده، بتعملي حاجة بإخلاص بحب. مهما بتبقى حلوة يعني. بتعملي مثلا أكل لأولادك، بتحسي ان انت بتعملي حاجة لهم، بتبقي فرحانة مش عاملاها وانت زعلانة. بتطلع حلوة، لازم تطلع حلوة لأن انت بتعمليها بكل إخلاص وبكل حب.
انت عارفة اللي هياكلها بتحبيه وبتخافي عليه وكده يعني. ده اللي انا قصدي عليه. ربنا يحبب فيكي خلقه يا رب كده، ويحبب الناس فيكي، وربنا يديم المحبة ما بيننا، وربنا يخليكوا ليا وما تحرمش منكم ابدا ابدا، ويبارك لي فيكم، ويطول له في عمركم، ويخلي لكم ولادكم وجوازكم، ويسترها معاكم دنيا واخره يا رب. شوف ما شاء الله عسل. بقول لكم شوف السمك عامل ازاي. اللهم صل على النبي. هم رايحين بقى هتحدوا ورايا وتفردوا بقى على وش القش نضيف كده يصفى من الميه، عشان ما نحطوش على بعضه مثلا في طبق او في الحله او اي حاجه. يعج يبقى مبكبج ميه كده ما يبقاش حلو، لكن بتبقى ناشفه، بتبقى حلوه قوي قوي كمان، وبتبقى يعني تحس ان انت بتاكلي حاجه كده، حاجه كده جلاش كده. جربوه كده زي ما بقول لكم، بس في فرن قش. اللي ما عندوش فرن قش بقى معلش بقى انا على الطريق بقى ومش كل الزمامير والحاجات دي. اللي ما عندوش فرن قش يجيبه وانا شويل. ماشي. ربنا يبارك لكم يا رب كده، وفي صحتكم وفي عافيتكم. اني عادي، انا ما بخسش على فكره، الشغل ما بخسسش والله العظيم بجد، انا ببقى مبسوطه اني بعمل اي حاجه اي حد بحبه وبيحبني. لو طلب مني اي حاجه ما اقدرش اتاخر ابدا ابدا، ما اقدرش اتاخر عليكم. عايزين اشوي لكم السمك في الفرن القش اشوي لكم. حبايب ناديه. طبعا انتوا حبايبي، وانتوا كل حاجه ليا، انتوا اخواتي وبحبكم الله في لله واكيد انتوا بتحبوني زي ما انا بحبكم يعني. ام رحيم قاعده مستربعه اكني قاعده في الانتريه. اه طبعا احنا عندنا بقى يا جماعة، دي عيشتنا وعيشة أهالينا، وعمرنا ما نتبرى من عيشتنا ومن عيشة أهالينا. يعني احنا عشنا كده وهنموت كده فلاحين، وأنا فخورة اللي أنا بقول لكم أنا فلاحة وأبويا فلاح، وأساسا فلاحين يعني. فخورة. لولا الفلاحين ما يبقوش البندر يا جماعة. لولا الفلاحين ما يبقوش البندر. احنا اللي مخليين البندر دول يتعلموا. لولا الفلاحين ما كانوش يتعلموا وخدوا شهادات وتعلموا وكبروا يعني. مننا احنا عندنا دكاترة وعندنا مهندسين وعندنا كل حاجة. ربنا يخلي لكم ولادكم يا رب، ويبارك لكم فيهم يا رب. وبرضو اليومين دولت يا جماعة الدنيا مش حلوة. الدنيا ما فيش فيها امان يعني. اللي عندها بنوتة كده تخاف عليه، ما تخلاش مثلا تزور مثلا، يكونوا اصحابها عندهم مثلا شباب، ما تروحش عندهم في البيت على طول، لان الدنيا ما عادت وحشة. مثلا رايحة مشوار تروحوا صد رد، ما تمشيش بقى من الدرسده للدرسده وما تعرفيش بنتك فين او راحت فين او جت منين. لازم انت تحاسبيه، تقول له انت كنت فين، انت غبت ليه، انت اتاخرت ليه كده يعني. لازم نخاف على اولادنا ونحذرهم، عشان لازم تحاسبيهم علشان يخافوا وما يغبوش بره او يروحوا هنا او هنا. مش انا عن نفسي كده، انا بقى اعرفكم برضه عشان انتوا اخواتي وانتوا حبايبي، ولازم نخاف على اولادنا برضه. هم اولادكم هم اولادي يعني. ربنا يبارك لكم فيهم يا رب، ويخليهم لكم ويدوكم الصحه يا رب. قعدنا بقى نتغدى اهوت، عملنا السفرة بتاعتنا الجميلة دي، مش السفرة دي، الطبلية بتاعتنا الجميلة العسل. عملناها اهوت، تعالوا اتغدوا معانا بقى. بصل اخضر وجرجير، وعملنا بقى سلطة ورز ابيض بقى. عادتنا احنا بنحب الرز الابيض على ام رحيم على بتاكل رحيم ورؤية قبل ما نتغدى يعني. وبعدين ابو رحيم جه اهوت، هنقعد بقى نتغدى كلنا. لسه بقى ابو عبد الحكيم ما جاش، هيجي اهو برضه نقعد نتغدى كلنا بقى. احنا مش كتار يعني، احنا 4 تنفار ورحيم ورؤية، مش كتير. مبقاش كتير بقى لما يكون عندنا بقى تيام ومسامح، بيبقى ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب، بيبقوا مالين البيت يعني. اشوفكم في فيديو احلى واحلى. مع السلامة.